بسم الله الرحمن الرحيم، وحلقة جديدة من برنامج القضية ممكن. الأهلي يتعادل مع سيراميكا. سيراميكا مع احترامي ليهم اللي بيلعبوا أحسن منك، وراحوا عليك بهجمة واحدة جابوها جون. وطبعا الزملكاوية نجحوا إن هم يشحنوهم ويخلوهم يعني يحطوا يعني شحنوا سيراميكا ضدك، وشحنوا علي ماهر ضدك. والسكريبتات اتوزعت قبل الماتش. قال ايه؟ ان سيراميكا بيقولك عنده 11 لاعب مش هيلعبوا، كل لعيبه سيراميكا مش هتلعب، وان علي ماهر هيفوت للنادي الاهلي عشان الاهلي يكسب. ولا كان في اصابات ولا كان في حاجات، ولكن الاعلام الزملكاوي المدلس كالعاده نجح وعرف ازاي يشحن فريق سيراميكا بجهازه الفني بمدربه ضدك وانت واقف بتتفرج. الاهلي هيتعادل مع سيراميكا وداخلين على موسم صفري من الطراز الفريد. انت متخيل نادي بحجم النادي الاهلي؟ اقول لك ايه، طول الماتش شوط تسديده او تسديدتين. وعلى فكره احنا الجون اللي جبناه اصلا بلاموتي، يعني احنا اصلا الجون اللي ما جاش من جمله، ما لعبناش كوره. ده ركنيه اتلعبت مش عارفه مين عملها بالكعب عشان ياسر ابراهيم يجيبها جون في وسط الزحمه. جون بلاميطه، بلاميطه، جون حلبسه. الحكم الفاسد المرتشي، الحكم اللي احنا عندنا مجلس إدارة للأسف ما بيعرفش يجيب حق النادي. الحكم ضربة الجزاء جاية في ايد المدافع بتاع سيراميكا، عيني عينك. ضربة يعني، امال هي تتحسب ضربة جزاء امتى؟ يعني هو القانون اتغير مثلا وحضرتك ما تعرفش؟ يعني هو قانون الكورة اتغير واحنا ما نعرفش؟ سيبك منك انت بقى، احنا ما نعرفش ان الكرة لو جت في ايد اللاعب جوه ال 18 متعمدة وعمل للكرة إعاقة، والكرة بقى ولا خبطت في رجله ولا خبطت في ظهره وجت في إيده، متحسبش ضربة جزاء؟ بصراحة أنا مش عارف. عشان بس وبعدين انتوا زعلانين ليه من الزملكاوية؟ ما هو انتوا الإدارة ضعيفة، مجلس إدارة ضعيف ما بيعرفش يجيب حق الفرقة ولا حق اللعيبة. كان بيطلع على قناة الزمالك بيتعين الحكم، بيطلب الحكم بالاسم يحكم للأهلي، والماتش اللي بعده شال حكم وحط الحكم ده اللي قالوا عليه في قناة الزمالك. فانت زعلان ليه؟ ولا انتوا بتتكلموا ليه؟ انتوا مجلس إدارة أصلا ضعيف، ما بتجيبوش حق النادي، فبتتكلموا ليه؟ ما تتكلموش بقى، ما تتكلموش بقى، ما تتكلموش. كل اللي الأهلي بيمر بيه ده سببه اللعيبة الموديلز بتوع الإعلانات اللي آخرهم يطلعوا في الإعلانات وفي البرامج، ومجلس الإدارة الضعيف اللي ما بيجيبش حق النادي، واللي سايبين مدرب فاشل بطيخة حلبسة. كان عندنا واحد في الشارع زمان أقرع كده وبشعر، يعني أقرع وبشعر، أقرع أيوه بشعر، إيه أقرع من غير شعر يعني قصدي، كنا مسمينه حلبسة. عامل شبه المدرب بتاعنا، بس الفرق بينه وبين كرومب ده إن التاني كان أسمراني وكرومب ده أبيض، بس يمشي لايق عليه حلبسة. فانتوا كإدارة سايبين واحد مدرب حلبسة ماسك نادي بحجم النادي الأهلي، وزعلانين. زعلانين ليه؟ إدارة فاشلة. جايبين لعيبة، اللعيبة خلاص اتولت، بقى اللعيب جاي هو عايز بقى ايه. انا زي ما انا قلت لكم في الحلقات اللي فاتت، اللعيب جاي انا هعمل كام اعلان وهاخد قد ايه. خلاص بقى، ادوني نسبة في الاعلانات، ادوني نسبة في البرامج، ادوني نسبة مش عارفة في ايه. كرة ايه بقى يا عم؟ احنا خلينا بقى في البيزنس وفي الصفقات وفي الفلوس وفي الدنيا الجميلة. فانا كرة ايه اللي العبها؟ الجماهير تولع، الجماهير تتحرق، انا كده كده بلعب الماتش وباخد بعضي، كسبت خسرت كده كده فلوسي موجوده. هطلع معلمي على الساحل، ولا هطلع اروح البيت اصيف، او هروح اقعد في البانيو وافسي دماغي، احط الهاند فري في دماغي في وداني وافسي دماغي بقى، بلا كوره بلا زفت. كوره ايه وجماهير ايه؟ ما هقول لكم حاجه برضو، طول ما انتوا او طول ما اللعيبه بتكره بعض، طول ما اللعيبه بتكره بعض ربنا مش هيكرمنا، لان بيبصوا في رزق بعض.
اللعيبه بتبص في رزق بعض، ده بيبص في رزق ده، وده يبص في رزق ده، وده يقول لك اشمعنى ده بياخد اكتر مني، وده مش عارفه ايه. يقوم اللعيب اللي ما عندوش ضمير، اللي بيبص على زمايله، اللي بيمثل على الناس ان هو محترم ونضيف من جواه، يهرب ويتغيب عن الفريق في ماتش مهم في افريقيا. ثم دلوقتي بيمارس سياسة لوي الدراع، اللي هو انتوا يا تدوني فلوس تزودوني في الراتب بتاعي، يا اما انا هفضل اتمشالكوا في الملعب زي ما انتوا شايفين واجبركوا تبيعوني. برضه ده ما تلومش عليه غير مجلس ادارة ضعيف، مجلس ادارة فاشل. شاف ان واحد زي ده تكاسل وهرب من النادي الاهلي في وقت كان الاهلي محتاجه، وتغيب بدون اذن. والناس اللي طلعوا قال لك ده اصل كان واخد اذن، اصل كان عيان، اصل كان بتنجان، وهو لا كان واخد اذن ولا واخد بتاع، وهي الدنيا سلاطه والدنيا بايظه ومحدش عارف حاجه. ولحد دلوقتي سايبينه وبيلعب وبيعمل اللي هو عايزه. بيتمشى في الملعب وما بيلعبش بروح زي الاول، واللي هو انا هلوي دراعكم يا تدوني فلوس زي فلان، يا مش هلعب كوره لحد ما تزهقوا مني وتمشوني. ده كان المفروض يترمى من الاول، ده ما كانش يدخل النادي تاني. اليوم اللي تقرر انه يتغيب عن النادي في اشد يعني الاحتياج ليه، كانش قعد دقيقة فيها، ده كان مشي. ولكن خلينا نرجع للماتش. ماتش سيء، وماتش كان متوقع، وكلنا قلنا يا جدعان يا بشر يا ندعموا الاهلي. سيبك بقى من مجلس الاداره دلوقتي، وسيبك من المشاكل، وسيبك من من حلبسه المدرب بتاعنا، وادعم الفرقه بقى. 6 ماتشات هنلعبهم كؤوس، لسه قايل امبارح في حلقه امبارح، 6 ماتشات هنلعبهم كانهم كؤوس، لازم نكسب، مفيش تعادلات، مفيش مش عارفه ايه، عشان اتفاجئ اخويا يدخل فينا جون من غلطه من استاذ ديانج. الاستاذ ديانج اللي بيتعوج علينا ومش عايز يجدد، والاداره يعني عماله تبوس على دماغه عشان يجدد. وخلينا بقى عشان نبقى صراحه، وهو مفيش وقت بقى للمجاملات. اداره فشلت انها تجدد مع اللاعب، فاللاعب خلاص فكر نفسه لاعب كبير دولي، مع انه كان جاي محدش يعرفه، فخلاص انا مش هجدد. يروح مطرح ما يروح مش فارقه. بس القصه في ايه؟ ان انت خلوه تلوح عليك وتعوج ويلوي دراعك، لا انا عايز قد كده. ما هي كلها بقى، انا بقول لك بقى، كلها بتبص في رزق بعض وتبص على بعضيها. فربنا هيكرمكم ازاي وانتوا اصلا من جوه مش سالكين لبعض؟ يعني حتى في الشارع كده يقول لك ايه، اسلكوا لا تهلكوا. احنا بقى مش احنا في الاهلي مش بيسلكوا، عشان كده هنهلكوا زي ما انتوا شايفين. هتطلع من الموسم لا مؤاخذه من غير لباس، هتطلع من الموسم حاله بسه، مفيش بطولات مفيش بتاع، وخليهم هما بس في الحفلات والسهرات والحبشتكنات بتاعتهم، والدنيا جميله والبيزنس حلو، واحنا نولع. النادي يولع، لعيبه ظالمه ما عندهاش ضمير، مش مقدره قيمه المكان اللي هي فيه ولا قيمه التيشيرت اللي هي لابساه، وبيعملوا اللي انتوا شايفينه. ماتش ما اختلفش كتير طول الموسم من الماتشات اللي احنا لعبناها كلها، وده كان المتوقع، ان بعد الشحن من الاعلام الزملكاوي المدلس، اللي ده كان هيبقى الشحن للاعيبه السيراميكا ضدنا. اصل الاهلي بيتجامل، اصل الاهلي مش عارفه ايه، اصل الحكام بتجامل الاهلي، الفجره المدلسين الزملكاويه المدلسين، يقول لك ان التحكيم بيجامل الاهلي. التحكيم اللي طلع محمد عادل قال لك انا احتويت نادي الزمالك، عشان يعني حاولت النتيجه ما تطلعش اكتر من كده. حكم الاحتواء بتاع الله يخرب بيتك يا ميدو، دي الكره جايه من الارض لايده، وراح حسبها ضربه جزاء وكسب الزمالك. كانوا اول 3 نقط حرام في الموسم. تخيل ضربه الجزاء بتاعت النهارده دي لو كانت للزمالك. ده الناس دي بتعترض على ضربه، على الاوت، وبتعترض على الركنيه لو ما اتحسبت لهمش، وبيصرخوا وبيعوصوا وبيسيحوا وبيقلعوا لباستهم في الملعب على كرة زي دي. تخيل بقى لو ضربة الجزاء دي كانت ليهم وما كانتش اتحسبت،
ما كانوش هيروحوا، كان زمانهم بيسيحوا لحد دلوقتي. واحنا التحكيم بيظلمنا والاهلي هو اللي عايزنا نخسر. طب انت بتكسب والدنيا ماشيه معاك جميل اهو. هل لو جيت خسرت ماتش او جيت اتكعبلت ماتش هتقول التحكيم برضو؟ يا مدلسين، يا اللي مفيش منكم واحد بيقول الحق. فطبعا انتوا فرحانين دلوقتي، افرحوا، لان انا برضو هيجي لي وقت هكسب، انت فاهمني، وانت هتتظلم في ماتش هيبقى ليك ضربة جزاء مش هتتحسب، وده مش هيحصل لان الحكام بتخاف منكم، انت فاهم، وشوية مدلسين زيكم، فمش هيحصل. بس اذا حصل هبقى انا مبسوط برضو زي ما انت مبسوط دلوقتي. فما تقوليش اصل اللعيبة، لا هي مش اللعيبة، هي لعيبة ومدرب ومجلس إدارة فاشل، انت فاهمني، جايب مدرب حلبسة فاشل، شبه حلبسة اللي عندنا كان عندنا في الشارع وكنا مسمينه حلبسة، انت فاهمني. والنوايا، النوايا زي ما انا بقول لك، النوايا النية مش سالكة لبعض. طول ما انت بتبص في رزق ده وده بيبص، ربنا مش هيكرمك. ما احنا لما هنبص، ما انت لو كل واحد يقول ايه، يا عم ده رزق الله يسهل له حاله، ربنا هيكرمنا. تمنى الخير ليك، يعني لما تتمنى الخير لغيرك الخير يجي لك. انما انتوا بتبصوا لبعض، ده بياخد اكتر من ده، وده اشمعنى بياخد كده وانا عايز اخد زي ده، ونفسنا بتشتغل. فده الطبيعي ان اللي بيحصل، اللي هي النوايا السوداء، يحصل لكم اللي انتوا فيه ده دلوقتي. النوايا السوداء اللي احنا فيه دلوقتي ده اللي بيحصل، نوايا سوداء. فلعيبه مش فاضيالنا، لعيبه بقى اعلانات وبرامج وسهرات وحفلات وبيزنس، فمش فاهم الكوره. كوره ايه بقى اللي فاهم، اللي هيلعبوها. والزملكاويه، يعني اسمح لي، بعض الزملكاويه الليفه، اللي انا مش يعني ما ينفعش اقول الكلمه التانية، زي ما قلت لك، طالعين يقول لك قال ايه دي مش ضربه جزاء. يا مدلس يا مدلس، قول الحق يا زملكاوي يا مدلس، بقى دي مش ضربة جزاء؟ اللي لو دي ضربة جزاء ليكوا كنت زمانك دلوقتي ماشي في الشارع بتعيط وتقول ان الاهلي بيدفع للحكام عشان يخسرني. الزملكاويه المدلسين طلعوا بعد الماتش يقول لك ايه، قال الكرة مش ضربة جزاء. امال الكرة تتحسب ضربة جزاء امتى؟ يعني هي لو الكرة لو ما كانتش جاية في ايده واضحة للناس كلها، سيبك بقى من الحكم عمله طول الماتش، سيبك من الحكم عمله، الحكم المدلس طول الماتش، كور ما بتتحسبش، واوتات بتتحسب فاولات بتتحسب علينا وهي اصلا مش فاور، وتحس ان هو ايه بيحجم لعيبه الاهلي، عايز يخسر لعيبه، عايز يخسرنا. لجنه التحكيم عايزه الدوري الاهلي يخسر الدوري لصالح فريق معين. مفيش مشكله، جميل، عادي، عشان بس لما اجي اكسب بالتحكيم ما اسمعش صوت مدلس منكم. فالزملكاويه المدلسين يقول لك الكره مش ضربه جزاء، اللي ما في منكو زملكاوي بيقول الحق يا شوية مدلسين. اللي لما انا هاجي هكسب بالتحكيم والتحكيم يظلمك، هطلع اطلع لك لساني واقول لك شفت، النهارده كانت عندي بكره بقت عندك. شوية مدلسين وقعدنا نقولوا ندعموا اللعيبة وندعموا مش عارفة ايه، اتاريهم شوية موديلز اخرهم يطلعوا في اعلان على التلفزيون، ماتش كله ما تشوتش فيه غير شوطة. فما تحكي يعني ما تحملش بقى كل ده للعيبة. لا ده في حكم فاسد، مدلس، مجلس إدارة ضعيف فاشل ما بيعرفش يجيب حق حق الأهلي، لعيبة زي ما قلت لك مقصرة في حق النادي وفي حق التيشيرت اللي هي لابساه. سيبك بقى من ان هي مقصرة في حقها، هم حرين، كل واحد بيعمل اللي يعني البني آدم عنده دم، يعني يا اخي حتى اشتغل لنفسك لاسمك. لكن هم ما عندهمش دم، فخلاص احنا عرفنا الحتة دي، لا يؤتمنوا على المكان ولا على التيشيرت اللي هم لابسينه او على المكان اللي بياكلهم عيش. فمحدش يقول اصل اللعيبه بس، لا ده لعيبه ومدرب حلبسه ومجلس اداره فاشل وحاجات تانية كتير ماشيه يعني ما هي النادي ماشي بالمجاملات، وماشي بالحب، وماشي بالفهلوه، وماشي بالصحوبيه، وماشي بالوسايط. ده هيبقى حاله، ده هيبقى حاله. ما هو طالما انت ما بتراعيش ربنا في المكان اللي انت فيه، في شغلك او في اكل عيشك اللي انت بتاكله، ربنا مش هيكرمك. الاهلي هيتعادل مع سيراميكا وداخلين على موسم صفري، احنا خلاص كده. انت يعني هما كانوا 6 ماتشات حسم، اسمها مرحلة الحسم، فانت اتعادلت لي ماتش منهم، فكل سنة وانت طيب. فانت ما هو انت برضو
ما هو في حاجه برضو الناس ايه ما كانتش واخده بالها. احنا بقالنا سنتين اصلا رايحين في داهيه، بقالنا سنتين رايحين في داهيه، او بلاش سنتين دي، احنا بقالنا الموسم ده من اول الموسم واحنا ضايعين. فهل انت كنت متخيل ان انت هتيجي في اخر 6 ماتشات كانت الدنيا هتتظبط معاك كنت هتكسب؟ يعني هل انت كنت متخيل ان انت بعد الشحن اللي عملوه شويه المدلسين، اللي هم بخطين، الشحن اللي شحنوه لسيراميكا وادارتها والمدرب بتاعها والناس دي كلها، هل انت كنت متخيل انت كنت هتلاقي الماتش سهل؟ وبعدين سيبك انت من غير الشحن ومن غير اي حاجه، اصلا انت يعني ايه، انت الانديه كلها ممكن تبقى بتلعب مع بعض وبيلعبوا مع بعض وبيخسروا وعادي بيتعادلوا والماتش وعادي، بييجوا قدامك انت اصلا ده في الايام العاديه بقى من غير اي حاجه، بييجوا قدامك انت ويعملوا فيها ريال مدريد وبرشلونه وفاهم انت، ويتحولوا ايه لسوبرمان وتحس اللعيبه بتطير في الملعب، ده من غير اي حاجه. ما بالك بقى بالشحن من المدلسين اللي شحنوه للعيبه اللي بتوع سيراميكا والمدرب وجهازهم الفني؟ فانت كنت مستني ايه؟ ان هيخلوك الملعب مفتوح؟ لا اكيد هيدافعوا، هيدافعوا ويلعب لك على التحولات ويلعب لك على الهجمه المرتده. وقد كان قطع الكرة من نص ملعبك، خدها فخري لقاي شاط كورة صاروخ دخلت في شوبير، مش عارف ازاي، بس هو خلي بالك برضو ربك سبحانه وتعالى اراد ان ده يحصل. ليه؟ شوبير احنا نفخناه الفترة الأخيرة وادينا له أكتر من حقه، مع ان هو اللي بيعمله ده الطبيعي اللي بيعمله أي حارس مرمى. انت فاهمني؟ اللي هو بيبقى حارس مرمى متألق وموهوب وعنده الموهبة ومتميز. فاحنا كجماهير وإعلام نفخناه ان الحارس اللي مفيش منه واللي فكان ده لازم يحصل معاه حته الغرور. ده لو كان نط بايدين الاتنين صح كان صدها، ده لو راح عليها صح كان صدها، انما هو الغرور والثقه الزايده عن اللزوم يخليه قال ايه عايز يجيبها بايد واحده. بايد واحده ازاي يا حبيبي؟ الكره متشاطه عليك من بعيد وصاروخ، ما تطلع يا عم بالعكسيه او بايدك الاتنين، صد بايدك الاتنين، طب صد بايد واحده. فده يرجع لايه؟ هو مش وحش شوبير، احنا عارفين مستواه، لعيب حارس مرمى موهوب مميز، ولكن ده اللي وصل له من الثقة الزايدة، من يعني الثقة الزيادة والغرور والنفخ اللي احنا نفخناه له، والإعلام والعالم كله ما بيتكلمش غير على شوبير. فده كانت النتيجة اللي يدخل فيه هدف مضحك زي دخل فيه النهارده. فهو كحارس مرمى لا هو مش وحش، ولكن تكلي على ولكن دي الغرور ممكن يضيع الموهبة، ممكن يضيع يضيع حارس المرمى. فانت النهارده او انت في الماتش بتاع امبارح بقى، عشان احنا النهارده هو خلاص امبارح، انت لا تستحق ان انت ما عملتش اي حاجه تخليك تكسب، انت ما عملتش اي حاجه تخليك تكسب. انت ولا مدرب حلبسه ما تعرفش بيقول لهم ايه، ولا فرقه ولا لعيبه بتلعب ولا فنيات ولا تكتيكات ولا تحنيكات. امال انتوا بتلعبوا ايه؟ انا نفسي افهم ان الناس دي في التدريبات بيقولوا ايه. يعني حلبس ده بيقف معاهم في التمرين في ملعب مختار التتش جوه النادي الاهلي بيقول لهم ايه؟ بيتدربوا على ايه؟ ايه الجمل اللي هم بيتفقوا عليها؟ ايه الجمل اللي هم بيتفقوا عليها؟ يعني ايه بيتكلموا في ايه؟ بيقولوا ايه؟ بيجروا ايه؟ بيتدربوا ايه؟ ما انت بتيجي في الملعب ما بتشوفهمش بيعملوا حاجه. يبقى كده كلام كاموش كان مظبوط ان هو طلع قال لك الناس دي مستهتره، والناس دي يعني ناس يقول لك بيروحوا نادي يلعبوا في مناخيرهم ويرجعوا ويروحوا. ما انت ما فيش حاجه بيعملوا ايه؟ ولا حاجه. طيب يعني ما انا برضو عايز افهم المدرب ده بيقول لهم ايه في الملعب؟ حلبسه ما تعرفش. بيروحوا يتدربوا في النادي على ايه؟ برضو ما تعرفش. ما حدش عارف الناس دي بتتدرب على ايه. هو بس يجيبوا لنا على التلفزيون على قناه الاهلي هم بيجروا ورا بعض. طب ايه التدريبات؟ ايه الجمل؟ ايه اللي ايه اللي بتتفقوا عليه اصلا تعملوه في الملعب او تعملوه في الماتش؟ مفيش. ما انا بقول لك انت ما انت جايب مدرب حلبسه، ولا واقف على الخط اصلا، ولا فنيات ولا بيتكلم، ولا هو واقف بيتفرج زيه زينا. انت فاهم؟ يعني هو بيتفرج زيه زينا. ايه الجديد اللي بيعمله المدرب ده؟ مفيش. برضو من ضمن فشل مجلس الاداره بتاعنا الجميل النهارده المعلم او الكابتن محمد هاني اللي لسه عايش لدور الناشئ لحد دلوقتي، بيلعب ومتعور في ايده بقى، معرفش رابطها ولا رابط رباط ضغط ولا مجبس ولا عامل ايه في دراعه وبيلعب. ما هو انت لو عندك باك يمين عدل كان زمانه بيلعب مكانه، لكن انت اللي انت جايبه اصلا اقل منه،
يعني انت رحت تجيب باك، بدل ما تجيب باك اعلى بتجيب باك اقل. يعني ايه، والخلاصه ان هو قاعد على الدكه بيعملش حاجه. فينه؟ عارف انت؟ فينه؟ فين بقى؟ طب محمد هاني عمل ايه؟ ولا هيعمل، ولا هيعمل. فانت الفريق ده ما تستناش منه بطوله، وده كان المتوقع. انت من اول الموسم واحنا عارفين انت مش هتاخد بطوله بعد ما المستوى اللي ظهروا بيه ده بعد كاس العالم، ودخلنا بقى في الدوري وبتاع ومش عارف ايه، واحنا عارفين ان هم ما فيش منهم رجا. انت شفتهم عاملين ازاي اصلا؟ انت شفتهم من اول موسم عاملين ازاي؟ وراحوا يشتكوا من ريبيرو ان كان بيجيبهم التدريبات بدري وبيصحيهم. اللعيبه بتاعت سهر، لعيبه اصحاب مزاج، بيحبوا السهر وبيحبوا يسهروا، بيحبوا مش عارفه يعملوا، بيحبوا يسووا. فكان لازم ان هم يشتكوا لما الراجل يجيبهم بدري. فانت بالماتش اللي انت شفتوه دوت بتاع سيراميكا، بالمستوى اللي الاهلي ظهر بيه ده، هل انتوا عندكم بقى امل في الخمس ماتشات الجايين انكم تكسبوا؟ يعني هو انا عيب اقول ان احنا لو طلعنا مركز تاني، مش هنلعب في دوري الابطال، انت فاهمني، بس على الاقل نحافظ على مركز تاني نلعب في الكونفدراليه. طب سيبك من سيبك من كل ده، اصلا هو عيب كنادي اهلي اقول ان انا ما اخدش الدوري اللي انا كنت باخده وانا مغمض، البطولات كنت اخدها وانا مغمض، وانا قاعد كده اقوم جاي واخد دوري، كاس، دوري ابطال، سوبر افريقي، سوبر مصري، وانا نايم، واروح كاس عالم كل سنه. دلوقتي بقيت بتكلم بقول يا رب اطلع مركز تاني حتى عشان اشارك في افريقيا، او حتى مركز. طب ده هو حتى السنه دي كمان المركز التالت احتمال ما يشاركش في الكونفدراليه اللي الزمالك بقى له كام سنه عمال يشارك فيها، احنا ممكن ما نشاركش فيها، لان قصه كده، ده بطل الكاس ومش عارفه بطل الكاس والرابع هم اللي هيخشوا الكونفدرالية، وطبعا الأول والتاني هيخشوا دوري أبطال. ولو أنت طلعت مركز تالت مش ممكن ما تلحقش تلعب في الكونفدرالية أصلا، أو ممكن يدخلوك يعملوا لك كارت محسن، شبه اللي احنا كنا بنتكلموا عليه أيام الزمالك لما دخلوه في السوبر المصري وعملوا لهم كارت ذهبي. فاحنا أنا كنت مسميها، عملت حلقة ساعتها وقتها سميتها كارت أم حسن. فممكن أنت تاخد كارت أم حسن وتلعب أنت مع أم حسن في الكونفدرالية بقى، تلعب فريق ابو سليم وولاد سليم اللبانين، انت فاهمني، وتلعب لي بقى البط الاثيوبي والوز الكيني والصراصير البرازيلي والصراصير مش عارفه ايه في الكونفدراليه، انت فاهمني، اللي هو الزمالك بقى له كام سنه بيلعب فيها. اللي الزمالك اللي هم بيقول لك يعني بقى له مش عارف يخش دوري ابطال، انت فاهمني، بقى له كام سنه، ولما بيخش بيطلع حصاله ياكل على قفاه. بيلعب فيها بقى له كام سنه، ومسميها بطوله كبيره وبطوله افريقيه، وانت مضطر ان حضرتك تقعد تتفرج عليها وتتابع. انتوا متخيلين احنا وصلنا لايه؟ انتوا متخيلين اللعيبه ازاي؟ انتوا متخيلين اللعيبه دي وصلونا لايه؟ النادي الاهلي كبير القاره والزعيم اللي كان بينزل الفرق بتعمل له حساب ويكسب اي حد، بقيت النهارده مطمع اي حد بيلعبك واي حد بيكسبك واي حد بيحرجك واي حد بيطلعك من دوري الابطال البطوله المفضله بعد الدوري. طب ادي داخلين على موسم صفري، هنطلع لا مؤاخذه حلبسه شبه المدرب بتاعنا. فانت ماتش ما تستحقش تكسب، انت عملت ماتش لا تستحق ان انت تكسب اصلا، ولا كنت تستحق ان انت الدوري ده تاخده اساسا، لان انت من اول السنه من اول موسم انت ما بتلعبش كوره، انت بتلعب باسم النادي الاهلي بس وبتشيرت النادي الاهلي، انما لعيبه ولا عندها دي دم، ولا عندها كرامه، ولا عندها احساس بالمكان، ولا حتى بتراعي ربنا في شغلها. فده كان المتوقع اللي كان يحصل، ماتش وتتعادل. ده احنا كنا خسرانين اصلا وتعادلت بجون حنكيشي، جون حنكيشي فنكيشي من ياسر ابو الرجوله والجدعنه والشهامه والمرجله، جاب لك جون التعادل. انما احنا ما كناش نستحق ان احنا اصلا تتعادل ولا تكسب، لان انت ما لعبتش كوره بشيء. حلبسه واقف على الخط، نزل لك شويه لعيبه ما تعرفش كل واحد بيعمل ايه ولا مطلوب منه ايه ويلا وهي ماشيه بالحب وبالدنيا وبالجمال. موسم صفر، موسم صفري وموسم للنسيان للنادي الاهلي في وجود حلبسه. ده خمس الماتشات الجايين دول انت ضامن انت تعمل فيهم حاجه؟ الله اعلم. والمطلوب مننا ان احنا ندعم النادي الاهلي، ما بدعمش لعيب انا
ولا بدعم مجلس اداره فاشل، ولا بدعم مدرب حلبسه. انا بدعم النادي الاهلي. انا لو هقول يا اهلي، انا يعني الاهلي يكسب، فانا ثقتي في النادي الاهلي، مش في اللعيبه اللي ما عندهاش ضمير دي، ولا في المدرب اللي حلبسه ده، ولا في مجلس الاداره. انا ثقتي في الاهلي. الاهلي وروح الفانيلا الحمراء وهيبه النادي الاهلي اللي ضيعها شويه اشباه لعيبه زي دول. طب ما هنعمل ايه في ماتش سموحه يوم السبت ولا يوم الاحد؟ هنعمل ايه مع سموحه اصلا؟ وهنعمل ايه في الخمس ماتشات؟ انت لسه هتلاعب بيراميدز ولسه هتلاعب بيراميدز وهتلاعب الزمالك. لو اصلا الزمالك يعني ايه، انت فاهم انت، خربتها، ومع ذلك بيكسب. رجاله بيكسبوا. بص، برغم مفلسين ومش لاقيين ياكلوا، مش لاقيين يستحموا. الزمالكاوي مش، نادي الزمالك مش لاقيين يستحموا، وبيكسبوا وبيلعبوا. شابوه، شابوه. نوايا صافيه عندهم لبعض. هما كده كده مش لاقيين ياكلوا اصلا، فمش هيبصوا لبعض، ما فيش فلوس اساسا. بس النوايا صافيه والدنيا سالكه. عشان اقول لك النوايا. فاهم؟ فاكر انت ما قلت لك اسلكوا يا تهلكوا؟ اهو احنا ما سلكناش. احنا يعني ايه؟ يعني احنا المفروض نسلك عشان ربنا يكرمنا، لكن احنا مش بنسلك، احنا بنهلك. وموسم صفري. لعيبه اشباه لعيبه زي دي وحلبسه. اما تشوف اخر الموسم طبعا حلبسه. الاهلي فوق الجميع، وكابوة هتعدي. وانا بشجع النادي الاهلي، ما بشجعش لعيبه، وما بعتمدش اسامي. اللي عايز يقعد يقعد، واللي عايز يمشي غرفه داهيه يمشي. مجلس اداره على الله حكايته. مدرب حلبسه جايبينه من حلبسات بتوع الدنمارك. الاهلي فوق الجميع، الاهلي رقم واحد. واكيد هنعود وهنرجع تاني. وساعتها هندوس على وش اي حد، مش هنرحم اي حد.